مشكلة الوقت انه ما بيرجعش، فبالتالي الحاجات اللي انا عملتها في سنة اولى خلاص مش هقدر ارجع سنة اولى تاني ابني من جديد. خلاص اللي حصل حصل. فبالتالي جمعت الحاجات اللي انا لو كنت عملتها في بداية الجامعة كانت فرقت معايا دلوقتي. اول حاجة هي التدريبات، مع ان انا رحت تدريبات ولكن كان الموضوع محتاج اكتر من كده كمان. التدريبات او انك تاخد كورسات او انك تبدأ تدخل في مسابقات وهاكاثونز بجنب الجامعة من سنة اولى، انا كنت فاكر ان هي حاجة بدري عليها شوية، ولكن اللي اكتشفته لما بدأت انزل تدريبات ان هم اوريدي بيبدأوا معاك من الصفر. فانت مش محتاج يكون عندك اي اكسبيرينس وانت داخل تدريب في سامسونج. مثلا لما دخلت سامسونج انوفيشن كامبس اللي هو SIC بيفتح في شهر 5 تقريبا، دور عليه وتابعه، كان ممتاز جدا. التدريبات اللي زي كده هو عارف انك بتاخد واحد من الجامعة ممكن ما يكونش متأسس كويس، فهبدأ بقى اشغله، ابدأ معاه على نظافة. واغلب الكورسات بتبدأ كده، خصوصا لو انت في بداية رود ماب، لان انت مع انك بتروح تحط في ضغط المسابقة، فانت قبلها بتشوف هو المسابقة دي على ايه وتبدأ تتعلم الحاجة اللي على المسابقة ديت او الهاكاثون ده. زي مثلا انك تعمل علاقات هناك مع ناس هيقولك انت المفروض تتعلم ايه وامتى وتمشي ازاي. الكونكشنز اللي ممكن تطلع منها من جوه المسابقات ومن جوه الهاكاثونز ديت من ضمن الحاجات اللي مش هتعرف تجيبها من مكان تاني. تاني حاجة وهي طريقة المذاكرة. الكودينج وخصوصا للكمبيوتر ساينس هو حاجة عملية، انت بتتعلم كونسبت وبتبدأ تكتبه على الكمبيوتر وتجربه. فكرة انك تذاكر بطريقة نظرية ده هيخليك شبه مش بتذاكر صح. ممكن طريقة مذاكرتك انك هتعدي الامتحان بالطريقة ديت تشتغل، ولكن لما تيجي تشتغل بقى بشكل عملي هتلاقيك مستصعب الموضوع جدا جدا، وكل شوية يطلع لك ايرورات ومش عارف تحلها لانك اوريدي ما اتعودتش انك تكتب كود وترنه وتجرب تعدل حاجة وترنها. هي دي المذاكرة، انك تذاكر بطريقة غير كده، انك بتقرا كود او تحفظ جزء او تفهم جزء من غير ما تكتب كود بنفسك. دي كانت كارثة. المشاريع اللي في الكلية هي اكتر حاجة مهمة بنطلع بيها من الكلية، غير كده اغلب الكلام مش ذو اهمية زي المشاريع. يعني انا لما اخد مادة داتا ستراكشر مثلا وطول المشروع او طول الترم انا بدرس في حاجات ممكن تكون اوت ديتد وفيها حاجات اوريدي مش حديثة قوي. يعني لما تاخد بروجرامنج وتروح المحاضرات وتقعد تحل في اسئلة ده كويس، ولكن مش بنفس قوة انك تعمل مشروع، انك تعمل حاجة كبيرة، انك تشتغل على حاجات تقعد تسيرش عليها وتطلع معلومات وتقف قدامك ايرور فتروح تحلها. المشروع اللي في المادة هو اهم من المادة نفسها، ودي حاجة انا كان نفسي حد يقولها لي، لان احنا في الجامعة في حاجات كتيرة بنكروتها. يعني انا اوريدي انا هذاكر لوحدي بره في كورسات وبتاع، فخلاص انا هعمل اللي هقدر اعمله عشان اعدي المادة دي وخلاص. فبالتالي انت بتبصمج حاجات كتيرة في المادة فتروح تحطها في الامتحان تجيب درجة. المشروع مع شات جي بي تي مثلا وتقسم الشغل على اصحابك، تظبط الجزء بتاعك انك تلصمه وتظبط كل حاجة، وهوبا ارفع هوبا خدنا الدرجة. انت اخدت الدرجة بس قوة البروجكت انت ما استفدتش منها حاجة. انا لما اجي اقول لك اعمل بروجكت زيه لوحدك من غير AI مش هتعرف تعمله. فقوة البروجكت ان هو يعلمك فعلا. انت لو في حاجة مش فاهمها هتقعد تسيرش عليها لحد ما تعمل البروجكت باحسن شكل. وكمان المشاريع فيها حاجة حلوة ان ملهاش حدود، انت ممكن تفضل تعلي على نفسك تعلي على نفسك لحد ما تعمل مشروع ليفله عالي قوي. فالابلكيشن دوت ممكن تعمله مثلا C++ عادي، بعدين تقرر تعمل GUI، تعمل واجهه للابلكيشن دوت، فتتعلم GUI مثلا باي لايبراري، وبعدين تقرر انك تدخل جافا سكريبت مثلا في القصه عشان تعمل حاجه معينه. فانت كل شويه هتلاقي نفسك بتحاول تعلي على نفسك لو المشروع عملته بشكل سهل يعني. فانت عايز تعمل حاجه كومبليكيتد اكتر، والكلام دوت لما تيجي تقدمه بتلاقي ان فيه مردود اكبر من الدرجات والتقدير انك عملت حاجه اكتر من اللي كانت مطلوبه. كمان تالت حاجه ما تعتمدش على شرح الدكتور او المعيد في مذاكره اي ماده. ليه؟ حاجتين. اول حاجه في اغلبهم خصوصا الدكاتره مش بيكونوا قادرين يوصلوا المعلومه بشكل سهل. احنا مش هنقدر نجنرالايز القاعده ديت يعني نعممها، ولكن نقدر نقوله انك لو الشرح مش قد كده يوتيوب يا باشا. يعني اليوتيوب ما سابش ماده وشارحها.
لو الشرح مش قد كده في اليوتيوب او مش لاقي نفس منهجك، شات جي بي تي يا باشا. يعني تدخل على شات جي بي تي واساله في الكونسبت اللي مش فاهمه، او اديله اسم التوبيك ويقعد يشرحه لك، وممكن تتناقش معاه ويقعد يسالك فيه ويطلع اسئله واطلب منه تاسك ويديك تاسك وتحل التاسك وتبعت له التاسك. شات جي بي تي بقى حرفيا مدرس برايفت بيحل معاك اي حاجه. قوه شات جي بي تي مش طبيعيه، ولكن ما تستخدموش انه يعمل لك المشروع. يعني في فرق ما بين انه يخليك يعلمك وانه يعمل لك حاجتك. فاستخدمه انه يعلمك، انه يشرح لك، انه يفهمك، وانه يساعدك، مش يستبدلك او يعمل حاجه مكانك. في فرق كبير. رابع حاجه انك تختار تراك. يعني ايه تختار تراك؟ انك تختار تخصص. يعني ايه تخصص؟ يعني تعال اشرح لك على الوايت بورد نفهم الموضوع بشكل اكبر. ايه الحاجات اللي بتدرسها في كمبيوتر ساينس؟ بتتعلم جاي من اسمها ساينس، يعني علوم، يعني بيزكس. علوم زي ايه؟ زي مثلا تتعلم بيزكس البروجرامينج، بعدين هتتعلم ايه؟ داتا ستراكشر، حاجه بتتعلم ازاي تنظم البيانات في الميموري علشان الميموري. بعد كده تتعلم حاجه اسمها الالجوريزمز وهكذا. يعني في كام حاجه كمان زي مثلا اوبريتنج سيستمز، زي داتابيز. طالما انا دارس كل دوت ما الدنيا زي الفل كده، انا ناقصني ايه؟ لا، انا عايز اقول لك ان بكل الحاجات ديت انت مش هتعرف تطلع اوتبوت، انت مش هتعرف تطلع برنامج واحد. الساينسز ديت تطبقها في الحاجه دي علشان تطلع مشروع. يعني ايه؟ يعني دي حاجات انت محتاج تطبقها في بروجكت. طب البروجكت ده ايه؟ ده هيكون حاجه من ديت. يعني الشخص اللي بيبرمج المواقع، الفلاتر ده مبرمج بيصمم ابلكيشن على الموبايل وبيشتغل على الايفون والاندرويد في نفس الوقت وبيتحول لموقع. ممكن تتعلم انك تبرمج على الاندرويد، ممكن تتعلم انك تبرمج برامج على اي او اس، ممكن تبقى اصلا سايبر سيكيورتي انجينير. وزي مثلا انك تكون اي اي انجينير، والاي اي انجينير ده مش تايتل، ده تحتيه تايتلز كتيره. يعني الاي اي انجينير بتدخل جوه تخصصات وتختار تخصص واحد. فاهم قصدي؟ فالساينس اللي هو كان باللون الازرق ده الحاجات الاساسيات اللي هتبني بيها المعرفه بتاعتك، والحاجات التانية دي اللي هتاخدها بره، ديت اللي هتخليك تبدا تشتغل في السوق، اللي هتطبق بقى فيها العلوم اللي درستها في الجامعه. فبالتالي ده ما يلغيش ده. مش معنى ان انت اللي بتدرسه في الجامعه شاطر فيه قوي انك هتطلع تعرف تتخرج وتشتغل، وده ما يلغيش انك الاساس اللي بتاخده في الجامعه برضو مهم. فالاتنين بيكملوا بعض، الجامعه لوحدها مش كفايه. طيب من امتى بقى تبدا تتعلم حاجات بره الجامعه وتاخد كورسز؟ اول حاجه انت المفروض تبدا من اول يوم دخلت فيه الجامعه، لان اوريدي انك تمشي في تراكين مع بعض دي حاجه مش صعبه، ودي حاجه مهمه جدا. خصوصا لو انت دخلت في تراك وعجبك وكملت فيه لحد ما خلصت الكليه، فانت بقيت بتدرسه بقالك 4 سنين، فبقيت شاطر فيه جدا، وده هيميزك جدا في السوق. طيب ايه اللي هيحصل؟ انك هتدخل في تراك هتمشي فيه شويه ما يعجبكش، تدخل في تراك تاني تمشي فيه شويه ما يعجبكش، تدخل في تراك تالت تجربه ويعجبك تكمل فيه. فهو انت بتجرب لحد ما تشوف التراك اللي ناوي تشتغل فيه بقية حياتك او ايا كان بقى عدد السنين. ولكن ده بيبدأ من خلال التجربة، والتجربة ما بتعتمدش على الكلية، فانت لازم تبدأ عشان كمان دي بوينت بتديك قوة كبيرة في اي مسابقة هتدخلها خلال فترة الكلية او هاكاثون او تدريب او ايا كان، ان عندك سكيل زي كده. فدي حاجة مهمة، وبسببها في ناس بتخلص ال4 سنين تبقى نسيت تتعلم تراك او انشغلت في حاجات تانية. بيبدأ يتعلم بعد ما يخلص جامعة وبيضيع سنة يتعلم فيها تراك. فالموضوع بياخد وقت، وانت محتاج تبدأ من بدري عشان تشوف انت ناوي تكمل في ايه. طيب سادس حاجة تقريبا انا قلت في اول نقطة ادخل تدريبات وكورسات وهاكاثونز ومسابقات والكلام حلو وجميل. اجيب الكلام ده منين؟ يعني انت بتقول لي روح اصطاد سمكة بس مش بتعلمني ازاي اصطاد يعني. طيب اصطاد ازاي يا باشمهندس؟ دلوقتي انت عندك ابلكيشن جميل روعة فظيع اسمه لينكد ان. لينكد ان ده اكتر ناس اكتف عليه اصلا بتوع كمبيوتر ساينس، علشان هو البيئة الراقية بتاعتنا اللي هتلاقي فيها كل الفرص المتاحة. فانت هتعمل الاكونت على لينكد ان، هتعمل كونكت لاشهر الناس في المجال، هتعمل كونكت لاصحابك، هتعمل كونكت لاي حد في كمبيوتر ساينس، علشان كل دول هيحطوك جوه كوميونتي، جوه مجتمع
كله مهتم بنفس الحاجه، فانت هتلاقي لما في مسابقه بتنزل في حد بيشيرها فتدخل تقدم، هتلاقي لما في فرصه تدريب بتنزل حد بيشيرها فتدخل تقدم، هتلاقي ناس بتنزل شهادات في تدريبات فانت تدخل تعرف اسم الشهاده ديت او اسم المكان اللي خدوا منه شهاده، عشان لما يبقى في فرصه تانية تنزل تروح تقدم. في النهايه الموضوع هي رحله شاقه، عايزه واحد على طول حرك وبيتعلم وبيتنطط في كام مسابقه وتدريب ومجال وبتاع لحد ما يقرر هيبقى اجمد واحد في ايه، ويقعد بقى يركز في انهي مجال دوت. وده ما بيحصلش وانت قاعد، انت لازم بقى تبدا تتحرك وتشوف الدنيا ماشيه على فين. فدي حاجات مهمه كانت المفروض تبدا من بدايه دخول الجامعه، وكنت لو حد قالها لي كانت فرقت. وفي بوينت مهمه، ان فكره ان حد يقولها لك دي، ما في ناس بتقولها لهم عادي لو انت عندك منتور. يعني ايه منتور؟ يعني حد بيتابعك، بتساله في اي حاجه تقف قدامك، بيرشدك. فانت لو في امكانيه شايف معيد شاطر او حد من الدفعات الاكبر شاطر، دايما اساله وخليه متابع معاك علشان يوجهك دايما، وما تضطرش تدخل في طريق وتكمل فيه وتاخد فيه وقت طويل مع انه هو اوريدي جربه وشايف ان اخرته مسدوده او مش هيكون مناسب ليك. فاهم قصدي؟ فدي حاجه مهمه. وبس يعني دي كانت كل حاجه. عايز اقول لك ان دلوقتي موجود كورسين على موقع يوديمي، انا بشرح فيهم اساسيات البرمجه. دلوقتي بقى الكورس الاول اللي كنا اعلنا عليه من فتره طويله ده ليفل 1 اللي هو الاساسيات، نزلنا كمان دلوقتي ليفل 2 اللي بنتعلم فيه اوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هو الليفل المستوى الثاني من البرمجه. فدلوقتي لو انت ما اشتركتش في المستوى الاول تقدر تشترك فيه، لو اشتركت في المستوى الاول تقدر تشترك في المستوى الثاني، ولو اشتركت في الاثنين طبعا في اوفر رهيب جدا هيكون ليميتد لعدد الاشخاص اللي هيلحقوه. تقدر تنزل تكلم الرقم على الواتساب اللي هكون سايبه لك في الديسكريبشن، ويبعتوا لك كل الديتيلز علشان لو حابب تشترك ابعت لهم كلمه تو اوفر وهيبعتوا لك البندل اللي هو سعر الكورسين مع بعض هيكون سعرهم كامل. بس فهي الكورسات انا بذلت فيها مجهود كبير قوي، مليانه تاسكات مليانه مشاريع، عشان قصه انك تتعلم وتطبق كتير، مش بس شايف حد بيشرح. وده اللي كان بيفتقر ليه اغلب الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب، ان هو بيعلمك كونسبت ولكن مش بيطلب منك حاجه وتبعتها له ويقيمك والكلام ده كله. طبعا في رقم باشمهندس بيتابع معاك على طول. فدي حاجات اوريدي مش هتلاقيها في فيديوهات على اليوتيوب بس بتشرح يعني. وبس يعني انا عايز اسمع منك كمان دلوقتي ايه الحاجات اللي انت ما عملتهاش او عملتها وانت في بدايه سنين الجامعه وندمت انك عملتها، او كان نفسك تعملها من بدري وما عملتهاش. عايز اسمع القصه بتاعتك. ودي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. لايك، سبسكرايب، مع السلامه، بيس.